كنت نايمه كده في امان الله، لقيت جوزي داخل لي كده وواقف، ولقيت جنبه منه شوال. قلت له ايه ده، انت جايب لي مصيبه في البيت ولا ايه؟ جايب لي جثه؟ قال لي جثه ايه، يخرب بيتك هتودينا في داهيه، ده انا جايب لك شوال الخرشوف، خدي بقى اتصرفي فيه. قلت له خدي اتصرف فيه يعني ازاي؟ مش فاهمه، يعني انت تجيب لي شوال الخرشوف تقول لي خدي اتصرفي فيه؟ شوال ده عايز كتيبه يا عم تنضف فيه. قال لي بس اتصرفي فيه. قلت له طب انا هعمل ايه بقى، انا هشغل دماغي واجيب الخرشوف ده وانضفه واظبطه كده واخليه ابيض فل شمعه منوره كده واشيله في الفريزر؟ ينفعني يقعد معايا شهر شهرين ولا حاجه؟ ده جايب لي كميه كبيره قوي. قلت له ايه ده كل ده، ايه ده كل ده؟ قال لي على ما اكون اخش كده اخد لي دش كده تكون انت خلصتي لي الايه، الخرشوف ده. قلت له سيبها على الله، قول يا رب بس. دخل جوزي الحمام بعد كده، رحت قلت له ايه، يلا بينا بقى ايه، نبدا في العركه بتاعت الخرشوف دي. انا بقى هقول لك شويه نصايح كده تعرفي بيها الخرشوفه اللي تنفع تتخزن معاكي واللي ما تنفعش تتخزن. اهم النصايح ان انت تجيبي الخرشوفه بتاعتك اللي تكون قرصها كبير من تحت، ما تنقيش الخرشوفه الرفيعه النشفانه دي، لا دي ملهاش عايزه. لما تيجي تنضفيها هتلاقيها من جوه كده ايه، عن زي ما يكون خرشوفه عندها السل. لا، نقي الخرشوفه التخينه المربربه. انت واخده بالك من الكلام؟ اهم حاجه تكون خرشوفه تخينه كده ومربربه زي كده، انا تخينه ومربربه. تمام كده. تجيبي بقى الخرشوفه تمسكي تنضفيه، تمسكي تنضفي الخرشوف من بره كده لفوق لفوق لفوق، ما تاخديش الحته اللي بتتاكل. زي ما بنيجي ناكل الخرشوف مش بنيجي حته كده بدنا ناكلوها، لا سيبي الحته دي وشيليها كده ايه من فوق كده لفوق لفوق لفوق، بسرعه 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 بسرعه. على فكره خلصت بسرعه جدا على فكره بجد يعني. تمام. وتقومي جايبه سكينه، تكون سكينه كده حاميه، تكون سكينه بتتبوها صح. تمام. وتكوني جايبه الاخضر اللي من فوق ده، تقومي ايه قشه كده بالسكينه. وبعد كده تجيبي ليمونيه تقسميها نصين. تمام. وبعد ما تقسمي الليمونه نصين، تجيبي بقى ايه الاخضر اللي احنا سيبناه ده كله من فوق، تجيبيه كده ايه تشيليه من على الوش كده من فوق خفيه بخفيه كده اهو. يعني ايه، يعني واحده واحده. وبرده تجيبي الليمونه وتحطي. يعني الخلطه دي مش عايزه تعمليها ما تعمليهاش على فكره، يعني عادي. كل ده بقى كده لما بنيجي نحطه الخرشوفه، سوري يا جماعه، لما بنيجي نحط الخرشوفه بعد ما تتنضف في السائل اللي انا عاملاه، بتبقى معاكي بيضه فله، بيضه فله قشطه كده. تمام. هتمسكي زي ما قلت لك بالسكينه تشيلي الخضار ده تشيليه كده بس على الخفيه، ما تشيليش ياما. تعرفين الحاجات اللي انا شلتها دي انا ما رميتهاش، انا اكلتها. انا بعشق الخرشوف ده. اي حد عنده قولون، القولون بتاعه مش مظبوط، في مثلا فضلات في بطنه ومش عارف يفضيها، بجد الخرشوف ده سحر للقولون، سحر للقولون بجد. انا جربته لان انا بعاني من القولون. اللي مش مرتاح او القولون بتاعه مش مرتاح ياكل خرشوف ويدعي لي. تمام. خلينا في موضوعنا دلوقتي. جبت ايه نص الليمونه بعد ما شلت الخضار ده من بره برده ايه، بقيت اعمل الخطوه دي. وتجيبي معلقه او تجيبي سكينه، طبعا انا فضلت السكينه ما فضلتش المعلقه. المعلقه عايزه ايه حيل جامد وعايزه وقت وهنضيع وقت وانا معايا كميه كبيره، لا انا هعمل بالسكينه احسن. تمام. جبت السكينه وبقيت اعمل بيها كده، وتحاولي تخلي سن للخرشوفه، تخلي ليها سن. السكينه هتنجز معاكي احسن. انا كملت بالسكينه ما عملتش بالمعلقه. تمام كده. زي ما انت شفت اهو، بسيط جدا وسهل جدا. على ايه بقى بنروح نشتروه؟ ويا عالم بيحطوا له، ما تعرفيش بيحطوا سائل كده زي اللي بيحطوا له ورق العنب، ما بيبقاش حلو على فكره، ما بيبقاش حلو. انا جربت الطريقه دي وجربت ان انا اشتري من بره، ما بيبقاش حلو. زي ما احنا شايفين اهو، واحده واحده كده تشيلي الخضار ده اللي هو الشعر اللي بيبقى في الخرشوف ده، تشيليه كله، تشيليه كله كده، ما تخليش فيه حاجه خالص. تمام كده احنا خلصناها اهو. هتجيبي بقى ايه الليمونه بتاعتك وبرده تعملي الحركه دي. طبعا انت عشان معاكي كميه كبيره انا بوريكي على واحده بس، لكن لو هتعملي كميه كبيره كده زي حالاتي وجوزك يخش عليكي بالشوال كده وتصوتي وتقولي ايه الشوال ده، انا اتخضيت والله العظيم من منظر الشوال. تمام. بلاش بقى تحطي الليمونيه كل شويه كده، لا خليكي كده ايه سريعه، وجيبي ايه بلاستيكه فيها ميه، وحطي عليها عصره ليمونه وانزلي بالقشره بتاعتها، معلقه صغيره خل، ما تكتريش خل، شويه سكر وشويه ملح. تمام. وهننزل بالايه بالبتاع بتاعنا، وده خليط النقع بتاعنا، هتسيبيه فيه بس لمده 10 دقايق ولا حاجه على ما تكوني خلصتي الباقيين، وتقومي حاطاه في اكياس وفي الفريزر. ولو حبيتي بقى تطلعيه في اي وقت يا دوبك ايه ما يفكش منك، ما تطلعوش وتخليه يفك منك ويبقى كده مرطرط، لا تطلعيه وهو متلج وتبداي تحشيه وتستخدميه عادي خالص. طبعا انا يوميها عملت بقى خرشوف كده بالبشاميل وظبطت لهم الدنيا، ومع الف سلامه.